طبعا كلنا عارفين متابعين ايه اللي بيحصل في السودان، وان الاعداد وصلت لاكثر من 10,000 قتيل، وتم اغلاق اكثر من 10,400 مدرسه هناك، واكثر من 7.4 مليون طفل بيعاني هناك من الجفاف، واكثر من 1400 حاله اتصابوا بمرض الكوليرا. ولو انت متعرفش، فالبنات هناك في السودان للاسف بيدوروا على حبوب منع الحمل علشان تعرضهم للاغتصاب هناك. انا حسن، وتعالى اقول لك ايه الحكايه من البدايه. وايه اللي بيحصل في السودان؟ كان مهم جدا ان انا اطلع واتكلم واعمل الفيديو ده علشان مفيش حد خالص كان بيتكلم، وتعرفوا مين الضحيه ومين المعتدي. بس علشان تعرف كل الكلام ده محتاجين نرجع بالزمن ورا شويه عشان تعرف اصل الحكايه من اولها. في قوات اسمها قوات الدعم السريع. القوات دي انشاها عمر البشير. انشات القوات دي لغرض الحمايه من التمرد اللي كان بيحصل في غرب السودان قبل سابق، وانشات من قبل القبائل العربيه كانت موجوده في غرب السودان علشان تحارب القبائل الاجنبيه اللي كانت موجوده ساعتها. وجعل على راسها عمر البشير محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وهو قائد قوات الدعم السريع. القوات دي فضلت تكبر وتنمو وتزداد تحت غطاء رسمي من قبل حكومة دولة السودان. وفي عام 2019 سقط نظام البشير. النظام ده ساعتها كان تحت قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وظل النظام قائم بينهم بدون أي خلاف ولا أي مشاكل لحد أبريل سنة 2023، السنة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. وفي الشهر ده حصل خلاف بين الجيش السوداني تحت قيادة عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحت قيادة حميدتي، ونشأت الحرب بينهم في مدينة الخرطوم ومدن أخرى. وزي ما انتم شايفين كده، قوات الدعم السريع عملت الحاجات اللي أنا ذكرتها في أول الفيديو. ومفيش للاسف عند مواطني السودان لا كهرباء ولا ميه ولا نت ولا اكل ولا اي حاجه خالص. والاعجب من ده كله ان قوات الدعم السريع وهي بتعمل المجازر دي بيكبروا، اللي هو يا جدعان انتوا في ايه؟ اللهم انصر اهل السودان واهل فلسطين واحميهم من كل شر ومن كل سوء. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. انا بتكلم وبناشد اي كيان في العالم، اي دوله في العالم، اخواننا بيموتوا، السودان محتكرينه، مستعمرينه عسكر وميليشيات ومرتزقه. ساعدونا يا عالم، ساعدونا. السودان بتنزل، ما في انترنت وما في وسيله للتواصل، والناس بتموت يا عالم. وكم من حاقد لبس السواد وخاط بظلمة الليل الفساد، صغار أفسدوا في الأرض جهرا وما احترموا المناسك والعباد.